ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله نعمله مع بعض الحاجه التحفه ديت. طريقه الكيكه اللي بالزبده. شايفين الجمال؟ شايفين بصوا طريه ازاي، كيكه تحفه. بصوا عامله ازاي، انا عايزه اوريها لكم. بصوا طريه فاتحه من جوه. بصوا التحميره عامله ازاي، مكونات بسيطه قوي وعامله زي الكيكه الجاهزه اللي احنا بنجيبها من الماركت على طول، والولاد كلها بتحبها، فظيعه. فانا بقى عملت لي كوبايه نسكافيه حلوه كده اهوت، قلت اكلهم بقى ايه قبل ما نخش مع بعضينا المطبخ بقى ونشوف المكونات بتاعتها البسيطه التحفه. فيلا بينا بقى مع بعض نخش المطبخ نشوف عملنا الجمال ده ازاي. يلا. دلوقتي بقى احنا هنحط البيض هنا مع بقى 4 بيضات. معانا 4 بيضات اهما. ماشي. هنحط هنا كوبايه وربع سكر. عايزين كوبايه حسب بقى انتوا الحلاوه بتاعتكم. تمام. هنضرب المكونات دي في الخلاط. على فكره من احلى الكيكات، روعه بجد، حاولوا جربوها. البيض مع السكر، سكر بودر. لو انتوا عايزين تحطوا سكر من العادي اللي هو بتاع الشاي وكده اوكي مفيش مشكله. تمام. انا كان عندي رحت حاطه كوبايه وربع، عايزين كوبايه برضو مفيش مشكله. معانا تلت كوبايه لبن. تمام. الحاجات دي كلها بدرجه حراره المطبخ، يعني انا مطلعه الحاجات دي من التلاجة من قبل ما اعمل الكيك ده بساعه. تمام. هندي هنا ضربه برضو. هنحط معانا هنا كوبايه زبده. بصوا لو تلاحظوا انا حاطه كل المكونات بنفس الكوبايه، مش مغيره، موحده الكوبايه. هنحط كوبايه زبده. بصوا الكيك دوت والله العظيم يعني تحفه. عامله زي الكيك اللي بنشتروه من السوبر ماركت اللي هو اسمه تقريبا درو او دورو، مش عارفه. انا عندي ولادي بيحبوها عشان بالزبده وكده طعمها حلو. دي بقى احلى واطعم بكتير. كوبايه. تمام. بصوا هنضرب المكونات دي كلها برضو مع بعض كده وايه هنرجع لكم على طول. بصوا ضربنا هنا الزبده اهيت مع عايزه اوريكم الخليط. بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي الزبده مع البيض مع السكر مع اللبن. بس احنا طبعا لسه هنحط فيه ايه، انا حاطه فانيليا مع البيض على فكره. هنحط معلقه ايه كبيره خل على فكره، مش هتأثر خالص على الطعم، بس هتخلي الكيك يبقى فاتح. وبصوا عطشان وطراوه. هنيجي بقى نضرب برضو تاني كده وعن ايه هنرجع لكم يا حبايبي بقى اعمل ازاي. بصوا يبقى احنا هنا هنقول تاني، احنا هنا حطينا 4 بيضات عليهم كوبايه وربع سكر بودر. عندكم سكر من اللي هو العادي بتاعنا مفيش مشكله، بس اللي عنده بودر هيبقى احسن. كوبايه زبده نفس كل المقادير بكوبايه واحده. تلت كوبايه لبن بس. معلقه خل، معلقه كبيره خل، ذره فانيليا. تمام. او ظرف او باكت او نقطه فانيليا اللي هي السايله. تمام. الخليط بقى الحلو ده كله بعد ما ضربناه خلاص، هنا حاطه كوبايتين ونص دقيق. كوبايتين ونص دقيق عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، عليهم رشه ملح. تمام كده. لغايه دلوقتي متفقين مع بعض. هنيجي بقى نفضي الخليط ده هنا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا وصفه حلوه قوي وهتبقى مغذيه جدا للولاد وحلو، ومش هيشتروها تاني من تحت خالص من اللي هو الماركت خالص. بصوا هنفضلوا بقى كده نخلوا الخليط بقى ايه كله متجاه واحد. نخلوا الخليط بقى ايه كله يبقى مع بعض لغايه ما نخلوا بصوا كده ازاي عشان نخلص كل الدقيق، نخلي الدقيق كله يتجانس مع الخليط السائل. تمام. بصوا كده. بصوا يا حبايبي انا حضرت هنا القالب اهو بتاع الكيك. القالب ده انا بحبه قوي. وبصوا الخليط بقى عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى عامل ازاي، هتحس ان قوامه عشان الزبده متقله شويه.
تمام. احنا هنخلط بده. فانا هبصوا عملت صينيه بالزبده، يبقى هي بقى كيكه الزبده بقى اللي هشه تحفه. فاحنا ايه مش هنحط الزيت خالص ولا اي حاجه. تمام. احنا بقى كده اهو بصوا كده خلاص. هنيجي بقى ايه معانا رشه دقيق. تمام. هنيجي نحطه كده اهو عليها. هوريها لكم بس انا هفضي عشان ايه تبقى الكيكه تطلع ايه تحفه ان شاء الله. بصوا عملنا ازاي. بصوا هتيجوا بتعملوها ايه كده اهو ان احنا نعفروها. تمام. بحيث اللي هي ايه ما تلزقش الكيك ان شاء الله، تطلع هشه وتحفه. الكيك الدقيق الزياده ده بقى هنيجي نفضوه احنا بقى ايه عشان طبعا مش عايزينه عشان ما يلزقش في الكيك. هنفضيه. خلصتها. هنيجي بقى نفضي بقى الخليط كله كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا احنا بقى نسواه بس نفضي الخليط كله كده. الولاد بقى وهي بتذاكر كوبايه شاي مثلا بقطعه كيك، انتي بتتفرجي على مسلسل، بتتفرجي على فيلم، ماسكه الموبايل، فاهمين؟ تبقى تحفه وحاجه مضمونه وما كلفتناش. كل المكونات دي معانا عندنا في البيت. بس بقى ما اقولكوش على الطعم ملهاش حل. بصوا بقى احنا كده نرصصوها كلها نعدلوها عشان ايه تبقى تطلع شكلها حلو. تمام حبايبي. حطيت الكيك اهوت في القالب بتاعه، وانا دلوقتي مولعه الفرن من ساعه ما بدأنا فيها. فانا دلوقتي هدخلها بقى على الرف الاوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا على الرف الاوسط كده اهو. هندخلوها على درجه حراره اول حاجه 200. بصوا هنيجي نعملوها على 200 10 دقايق 5 دقايق بس، وبعد كده هننزلوها على 180. تمام. واول ما نخلصوا الكيك هوريها لكم على طول وتشوفوها بالطراوه والهشاشه بتاعتها ان شاء الله. الكيكه خلصت اهي تحفه بسم الله ما شاء الله. لسه مطلعاها دلوقتي من الفرن يعني على طول اهي. هنسلكها بقى كده وهنيجي نقلبها على طول قدامكم كده وهنشوفوا بقى جمالها ان شاء الله. كده تيجي بقى نقلبوها مع بعض. الجمال بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه. والشكل بتاعها بصوا اللون عطشه لون كده رهيب. وبصوا من جوه بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم القالب بتاع الكيك. بصوا عامل ازاي طالع نضيف. الزبده مع الدقيق مفيهوش اي حاجه خالص. بصوا انا هستناها بس شويه تهدى عشان عايزاها تبرد بقى عشان هتتفتفت معايا هتقطع مني. فانا مستنيه بس ثواني او 5 دقايق بس تهدى شويه واقطعها. بقى تقطعها لكم اهي. بصوا مش عايزه اقول لكم الطعم ولا الطراوه فظيعه. بصوا عايزه اوريكم من جوه عامله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا تحس اللي هي هشه. وبصوا فاتحه ازاي. عايزه اوريها لكم بقى بسم الله ما شاء الله طريه قوي. بصوا والطعم وحياه ربنا فظيعه فظيعه. هي سخنه طبعا لسه مش عارفه اقطعها كلها بس جامده والله العظيم. حاولوا بامانه حاولوا جربوا الطريقه ديت بتاعتي هتبقى احسن من ان انتوا تجيبوها من الماركت اللي هي الكيكه بالزبده. الحاجات دي طعمها رهيب. تمام. يا ريت بقى اللي يجرب الوصفه ديت يكتب لي ويبعت لي، وما تنسونيش في لايك والكومنت الحلو بتاعكم، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.